السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وفي افضل حال. قبل ما نبدا اي حاجه كده عايزين نعمل لايك ونشترك في القناه وفعل زر الجرس لان ده بيحمسني جدا جدا جدا، وهندخل في مستويات جامده اول الفتره الجايه. فيديو النهارده هيكون هنعلن عن الصفقات اللي تمت بالفعل ومن غير هري كتير. نتكلم عن الصفقات اللي تمت واللي خلاص اتأكدت ان هي بقت خلاص في النوادي بنسبة 100%، وهنتكلم على كل نادي والصفقات اللي عملها، وهنبدأ بنادي ليفربول. ومعانا الصفقة الأولى مع نادي ليفربول هي فيرتس، خط الوسط بتاع باير ليفركوزن، تم نقله إلى نادي ليفربول رسميا بنسبة 100%، والإعلان هيبقى قريب قوي. يعني هو الواد ده كان بايرن ميونخ وليفربول بيتخانقوا عليه والواد اختار ليفربول. الواد ده بيفهم قوي بجد بصراحة ان هو اختار ليفربول. انا ما بشجعش ليفربول بس انا بقول لك الصراحة، ليه ليفربول افضل لفيرتس عن بايرن ميونخ؟ بايرن ميونخ بيبقى الدوري قبل ما يبدا بيبقى محسوم لبايرن ميونخ، فالواد ده اكيد دخل في منافسه وهو اختار نادي. بصراحه انا ما بشجعش ليفربول بس هو اختار نادي حلو، بامانه انا بشجع السيتي بس هو اختار نادي حلو. الصفقه الثانيه لليفربول هي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن. باير ليفركوزن ايه؟ لمت شويه فلوس حلوين هتعمل برضه بيهم صفقات ولد حرام. لاعب باير ليفركوزن السابق ولاعب ليفربول الحالي، لان الصفقه تمت بنسبه 100% زي فيرتس برضه. والاعلانات برضه يعني ممكن اسبوع كده برضه يعلنوا عن الصفقات ديت. فالصراحه الصفقات ديت هتدي دفعه لليفربول جامده قوي، والاتنين اجمد من بعض. وخلاص كيفن دي بروين بنسبة 85% 90% في نابولي الإيطالي، بنسبة 85 90% دي بروين في الدوري الإيطالي مع نابولي. نابولي حامل اللقب الدوري الموسم دوت على حساب الإنتر بفرق نقطة أو نقطتين برضو. فبصراحة أنا شايف برضو إن هي هتبقى تجربة جديدة لدي بروين وهتبقى تجربة جامدة بصراحة. فبرضه هنتمنى الأفضل لدي بروين إن هو مشي من فريق، إن أنا بشجع مانشستر سيتي. فبرضه الصراحة الصفقة ديت بنسبة 90% تمت. هنتكلم على مهاجم غلاتا سراي فيكتور اوسيمان. فيكتور اوسيمان بنسبة 85% 90% برضه ماضي للهلال السعودي، وإن شاء الله برضه الصفقة هيتم إعلانها قريبا جدا جدا جدا. فيكتور اوسيمان يا جدعان والله الواد ده سالك، بس الدنيا حظه الخرا بصراحة، حظ الخرا. بس بنسبة 90% فيكتور اوسيمان في الهلال السعودي تمت. نتكلم بقى على الصفقة اللي اتدفع فيها 10 مليون عشان يعلنوا دلوقتي عشان يلحق يلعب معانا كأس عالم أندية مجموعات. أرنولد اللي جاي من ليفربول الذي يوصل إلى ريال مدريد، وهيتم إعلان قريبا قوي. هما خلاص هما نزلوا الصورة، ريال مدريد نزلت الصورة، بس هل بقى يعملوا له فيديو كده؟ يعني لسه معرفش بصراحة، بس ريال مدريد نزلت على صفحة الانستا بتاعتها إن الواد خلاص بقى إيه معاهم بيرفكت. بعد انتهاء الدوري القطري خلاص كده تريزيجيه رجع الاهلي، وبنسبه برضو خلاص هو مش بنسبه، هو تريزيجيه بقى في الاهلي بس لسه مش عارفين وصل ولا ما وصلش. بس هو خلاص الدوري القطري خلص فاكيد تريزيجيه وصل. وطبعا الصفقه اللي هي لغايه دلوقتي يعني كله عمال يقول 100%، بس انا بصراحه مش متاكد منها قوي، بتاعت زيزو ان هو يروح الاهلي دي بصراحه. هو كله قال مضى، كله قال وكله قال، بس لغايه دلوقتي لسه ما فيش اي اعلان، مفيش اي حاجه بتدل ان الواد وصل الاهلي. يعني كله عمال اشاعات. يا جدعان مش عايزين نهرع على بعض، كله بيقول اشاعات، احنا مش عايزين اشاعات، لا احنا عايزين الكلام الجد. هل زيزو مضى في الاهلي او لا؟ انا لسه معرفش، بس بنسبه 85% زيزو في الاهلي برضه. وحط بنسبه 99% و9 جوناثان تاه، لاعب باير ليفركوزن مضى لبايرن ميونخ. باير ليفركوزن طلعت صفقات كتير، اول فريق شكله فيدي تشابي الونسو المدرب وفريمبونج وفيرتس، وعندك جوناثان تاه دلوقتي راح بايرن ميونخ بنسبة 99% و9. مضى في بايرن ميونخ. الواد ده برضو مدافع حلو أوي بس ما بيجيش معايا بصراحة، بس نسبة 99% جوناثان تاه في بايرن ميونخ. في اشاعات بقى كتير، اشاعات كتير قوي 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 قوي، انا لسه ما اعرفش بس انا هقولك على الاشاعات اللي بتطلع. اشاعات بتقول ان لوكا مودريتش في انتر ميامي. لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الذي خلاص مشي بعد ماتش ريال سوسيداد اللي كان اخر ماتش في الدوري لريال مدريد، وطلعوا بقى البطولات للوكا والدنيا بقت حبشوكنات وتمام. بيقولوا بنسبة 65 70% كده لوكا مودريتش في انتر ميامي اللي هو في ميسي. بس انا لسه مش متأكد من الصفقة ديت، وانا بقول لك مش متأكد بنسبة 50%، 50-50 كده اللي هو راح وما راحش. الصفقات بقى اللي يتم التأكد منها بجد: فيكتور اسمان في الهلال تمت، فيرتس في ليفربول تمت، فريمبونج في ليفربول تمت، الكسندر ارنولد 100% خلاص هو ماضي اصلا وريال مدريد طلعت، ف بريفكت.
فدي بصراحه الصفقات اللي متاكد منها قوي قوي قوي. فلو الفيديو عجبك اعمل لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس لان ده حمسني جدا جدا جدا. و سلام.